في عالم مليء بالكايجو، وحوش ضخمة بتظهر بكل عشوائية وبتدمر المدن. اليابان عملت فرقة خاصة اسمها قوات الدفاع، وظيفتها القضاء على الوحوش دي، والناس بتشوف الجنود دول كأبطال خارقين. لكن بطل قصتنا اسمه هابينو كافكا، مش جندي ولا بطل، ده عامل نظافة. شغله الوحيد هو انه ينظف جثث الوحوش بعد ما يتقتلوا من قوات الدفاع. بس الحقيقة انه كان بيحلم من زمان يدخل قوات الدفاع هو وصاحبته مينا، لكن اللي بيحصل انها هي حققت حلمها وبقت قائدة فرقة، وهو فشل واستسلم بعد ما قدم على الاختبار للالتحاق بقوات الدفاع اكتر من مرة، وبسبب انه ضعيف جسديا كان بيترفض. ودلوقتي هو عنده 32 سنة وفرصته ضاعت، وكل اللي بيعمله انه يتابع اخبار مينا من التلفزيون من غرفته المليئة بالنفايات. وفي يوم من الايام بينضم لفرقة التنظيف ولد اسمه إتشيكاوا رينو اللي عنده نفس الحلم. بيعرف ان كافكا كان عنده نفس الحلم، وبيسأله انت ليه استسلمت، وبيكون غاضب منه لانه استسلم، وبيقول له انا عمري ما هكون زيك واستسلم. هو كان شايف ان الشغل سهل، لكنه بيتفاجأ من صعوبة الشغل، وبسبب كافكا اللي بيساعده بيقدر انه يعدي يومه الاول. رينو بيشكر كافكا وبيعتذر له وبيقول له على فكرة هم رفعوا حد القبول في الاختبار ل 32 سنة، يعني انت لسه قدامك فرصة اخيرة، ما تتخلاش عن حلمك. وفجأة بيظهر كايجو ضخم ورا رينو، الصدمة بتخليه مش عارف يتحرك، والوحش خلاص هيلتهمه، لكن كافكا بيلحقه في اللحظة الأخيرة. كافكا بأعلى صوته بيطلب من رينو انه يهرب ويروح يبلغ قوات الدفاع، وهو هيعطل الوحش لحد ما يهرب. بيرفض رينو وبيقول له لا انا هساعدك، لكن كافكا بيصر وبيقول له انت عايز تحقق حلمك وتنضم لقوات الدفاع، يبقى ليه عايز تموت هنا؟ رينو بيجري والوحش بيروح على كافكا اللي بيشتت انتباهه. الوضع مرعب، كافكا بيحاول انه يهرب لاي مكان لحد ما توصل المساعده. كافكا بيفتكر الوعد اللي كان بينه وبين مينا والتحدي اللي كان بينهم مين هينضم لقوات الدفاع، لكن الوحش مش سايبه، بيدمر كل حاجه في طريقه، لا يوجد مكان للهروب. بيستجمع كافكا قوته وبيقف للوحش، فرق القوه رهيب. بيهجم عليه الوحش وبينزل كافكا على الارض وما بيقدرش يتحرك بسبب رجله المصابه. خلاص اللحظات الاخيره، ولكن بيتدخل رينو. كافكا بيقول له انت ايه اللي رجعك؟ رينو بيقول له انا بلغت قوات الدفاع، ولو سبتك تموت هنا يبقى انا ما استحقش انضم ليهم. كافكا بيتألم من عجزه والوحش خلاص هيخلص عليه. بيصرخ كافكا من الغضب، وفي اللحظه دي بتظهر قوات الدفاع بقياده مينا اللي بتخلص على الوحش. نظره عابره من مينا لكافكا اللي واقع على الارض، وصاحبنا في حاله صعبه. بينقلوه للمستشفى، وكافكا مذهول من قوه مينا وبيقول انها تفوقت عليه بمراحل. بيتكلم مع رينو وبيقول له لولا وجودك انا كان زماني ميت، انت كنت رائع. كافكا بيفتكر حلمه والعزيمه والاصرار اللي كانوا عنده بيرجعوا له. وفي هذه اللحظه اصدقائي المشاهدين بتبدا قصتنا في التحول الى مستوى اخر. بيظهر وحش طائر قدام كافكا وبيدخل جوه جسمه. رينو بيسمع صوت غريب فبيشيل الستار ليكشف عن تحول كافكا لوحش من وحوش الكايجو. بيصرخوا الاتنين لانهم مش فاهمين اللي حصل، وفجاه بيظهر راجل عجوز بيشوف الكايجو فبيبلغ عنهم. بيفتكروا اللي حصل في الوحش من قوات الدفاع اللي بالفعل بداوا في التحرك. رينو بيقول حاول تبتسم له علشان يعرف انك طيب، لكنه بيخرب الدنيا اكتر بمنظره المرعب. بيحاول يطمن على العجوز لكنه بيكتشف ان قوته مرعبه. بمجرد ما بيلمس الجدار بيتفرتك. مصيبه وحلت علينا. الكل كده هيفهم ان هو هجوم فعلا. بيحاولوا انهم ما يفتحوا الشباك علشان يهربوا، لكنه برضه بيدمروا. مش عارف يتحكم في قوته، خلاص اتحول لكايجو بشكل كامل. وهم بيهربوا بيسمع كافكا صوت كايجو جاي من تحت الارض، الوحش من نفس النوع اللي هاجمهم. قوات الدفاع بتعرف ان في كايجو تاني ظهر. بيتقسموا الفرقتين، واحد ورا صاحبنا والتاني للكايجو اللي ظهر. رينو بيقول له ان دي فرصتنا نهرب وهم مشغولين. في الوقت ده بيكون الوحش هجم على منطقه ودمرها، وهناك بتكون في بنت بتبكي وبتحاول تخرج امها من تحت حجر كبير. الوحش بيهجم عليها في الوقت ده وبيدمر المكان، ولكن بيظهر بطلنا وبيطير الوحش بلكمه واحده. اتكلم مع البنت وبيحاول يطمنها لكنها بتكون خايفه. بيقول لرينو خلي بالك منهم، ورينو بيقول له هتعمل ايه؟ فبيقول له هستخدم كل قوتي في هجوم واحد. وبالفعل بلكمه واحده خارقه بيحول الوحش الاشلاء. يخرب بيت الجمدان، مشهد خرافي. البنت بتكون خايفه منه فبيقول لها ما تقلقيش انا همشي وقوات الدفاع هاتي. لكن وهو ماشي البنت بتقول له شكرا ليك. ووقتها بيفتكر حلمه وبيقرر انه مش هيتخلى عنه وهيستخدم قوته علشان ينضم لقوات الدفاع. بيقدر كافكا انه يتحكم في قوته وبيرجع لشكله الطبيعي. في الوقت ده بتوصل مينا وفريقها للمكان وهي مصدومه من المنظر. بتسال البنت عن اللي حصل. البنت بتفتكر وبتكون خايفه فبتطمنها وبتقول لها ما تخافيش انا هبيد كل وحوش الكايجو. البنت بتفرح لكنها بتقول لها ممكن توعديني ما تاذيش الكايجو الطيب؟ مينا مصدومه، والبنت بتكمل كلامها وبتقول
بتقول الكايجو ده هو اللي انقذنا، في حاجه غلط. ازاي كايجو يقتل كايجو تاني؟ مليون سؤال بيترسموا على وش مينا. بعد مرور 3 شهور قوات الدفاع بترسم صوره للكايجو على حسب كلام الناس عنه، وبيسموه الكايجو رقم 8. بيكون كافكا ورينو قدموا على الاختبار الاول، وبيوصل جواب لرينو والكافكا. رينو بيفتح الظرف وبيعرف انه مر من الاختبار الاول هو وكافكا. بيجري عليه علشان يقول له الخبر، لكنه بيلاقيه متحول لهيئه الوحش وبياكل. بيزعله بيقول له انت بتعمل ايه؟ هتفضحنا. كافكا بيرد عليه وبيقول له ما تقلقش انا مسيطر على الوضع. واضح يا صاحبي. بيساله كافكا وبيقول له انت كنت جاي ليه؟ فبيقول له ان ده جواب الاختبار في المرحله الاولى وانا وانت نجحنا. كافكا بيقول له انا بنجح في ده دايما، المشكله في المرحله الثانيه. في يوم الاختبار بيوصل الاثنين للمكان. في الوقت ده بتنادي عليهم بنته بتقول لهم ان المكان اللي انتم راكنين فيه العربيه ده بتاعي. بيتعصب كافكا وبيقول لها المكان كله فاضي، ليه المكان ده؟ فبتقول له انا عايز اركن هنا علشان ده رقم حظ. بيرفض كافكا. فبتقلع البنت الجاكيت اللي بيكون تحته البدله المخصصه لقتال الكايجو. بتستخدم قوتها علشان ترفع العربيه بسهوله وترميها بعيد. طبعا بيكونوا مصدومين من قوتها وبيسالوها انت مين؟ فبتقول لهم انا شينوميا كيكورو، واللي بتكون بنت المدير الاعلى لقوات الدفاع، وهدف القضاء على جميع الكايجو. وبالمناسبه انا شم ريحه الكايجو منك. ريو بيتدخل وبيقول لها ده بس علشان احنا شغالين في تنظيف بقايا الكايجو. كافكا بيروح يشيل العربيه علشان يعدلها، وبيعرف عن نفسه وبيقول لها افتكري اسمي. البنت مصدومه انه عمل كده بقوته الشخصيه من غير البدله. البنت بتتحمس وبتقول ان شكل الاختبار ده هيكون ممتع. بيبدا الاختبار وكافكا بيكون 0 لياقه بدنيه، ومركزه بيكون 219 من 225. البنت اللي اتحداها بتكون في المركز الخامس. بتجيله وبتستهزأ بالكلام اللي قاله. في الوقت ده بيجي الرقيب هوشينا المينا وبيديها ورق المتقدمين للاختبار. في البدايه بتكون مش مهتمه، لكن لما بتشوف كافكا منهم بتطلب منه انه يكمل التقرير، وبيقول لها ان المتقدمين السنه دي اقوياء جدا وعلى راسهم شينوميا. بتيجي المرحله الثانيه للاختبار. رينو بيطمن كافكا وبيقول له ما تقلقش، المرحله الثانيه بتكون دايما عن تنظيف جثث الكايجو، علشان كده انا التحقت بالعمل في التنظيف. ولكنهم بيتفاجئوا لما بيعرفوا ان الاختبار اتغير لقتل الكايجو، واللي بيكون المسؤول عنه هو الرقيب هوشينا. بيقول لهم احنا هنديكم الاسلحه وكمان البدله المخصصه لقتال الكايجو، واللي بتكون مصنوعه من الكايجو نفسهم وبتزود طاقتهم القتاليه. البدله دي بتقدر انها تقيس القوه القتاليه اللي بيقدر يحررها المستخدم، وطبعا النسبه بتزيد مع التدريب. اغلب الموجودين بيكونوا فوق ال 10%، الا رينو بيكون 8%، ولكن الجنان بيكون في شينوميا اللي بتكون 46%. بيكونوا مش مصدقين وبيقولوا انها دلوقتي في قوه قائد كتيبه. رينو بيكون زعلان من الرقم اللي جابه، وطبعا ده بسبب المجنونه دي، لكن القائد بيقول له ما تزعلش، الرقم بتاعك كويس جدا طالما ما جبتش 0، انت كده تمام. هو اصلا ما فيش حد قبل كده كان جاب 0. الراجل لسه ما كملش كلامه وصاحبنا كافكا جاب ال0. القائد مات على نفسه من الضحك. شينوميا بتكون مش مصدقه ان قوته 0، وايه القوه اللي خرجها في الباركينج. المهم بيبدا الاختبار الحقيقي. الاهداف عباره عن كايجو، 1 من الفئه المتوسطه و32 من الفئه الصغيره. الاختبار هيكون متراقب، ولو حسينا ان في خطر على حياه حد منكم يتم تفعيل دروع البدله، وبكده تكون فشلت في الاختبار. بيبدا الاختبار وشينوميا مش سايبه حاجه لحد، شغاله تموت في كل الوحوش، وكافكا مش قادر يشيل سلاحه اصلا. رينو بيكون معاه علشان يحميه من اي هجوم. كافكا بيعرف ان مينا بتتابع الاختبار. يا دي المصيبه، هتعمل ايه دلوقتي؟ بيبدا كافكا يستخدم عقله في تحليل الوضع، وبيسال رينو تفتكر هم ليه بيراقبوا كل واحد فينا، وهم يقدروا يعرفوا عدد الكايجو المقتولين من كل واحد عن طريق المستشعرات. الموضوع مش عدد الكايجو اللي قتلتهم، الموضوع ازاي كل واحد هيتصرف في ارض المعركه ويحلل الموقف صح ويتكيف عليه. في الوقت ده بيقرر انه يستخدم المتاح علشان يتكيف على الوضع. بيرمي السلاح اللي مش عارف يشيله وبيستخدم مسدس صغير، وبيقرر انه هيدعم الاخرين في قتل الكايجو. كافكا عنده خبره كبيره بسبب شغله في تنظيف الوحوش، وعارف فين نقاط الضعف في اغلب الوحوش. اصدقائه بيكونوا بيعانوا ومش عارفين يقتلوا الوحش ده، فبيقول لهم على نقطه ضعفه واللي هي عند بطنه، وبالفعل بيفجروا الوحش من اول مره. خلاص الحل بقى موجود، وهو توجيه الاخرين وتمرير خبرته. لكن فجاه بيخرج وحش وبيصيب كافكا اللي بيطير بعيد. دي مصيبه طبعا، لان كده هتتفعل دروع البدله وهيتم اقصائه وحلمه هيتبخر. كافكا بيحاول يقاوم علشان مينا اللي بتتفرج عليه، وفي الوقت ده بتدخل شينوميا اللي بتخلص على الوحش، وبتقول لكافكا طالما انا في ارض المعركه مفيش حد هينسحب. بيكون هيشكرها، ولكنها بتقول له انا هروح اكمل في قتل الوحوش وانت خليك كده على الارض زي الفشله. في الوقت ده بيتعصب كافكا وبيقول طالما انا كده مش هقدر ابدا اقف جنبها. هوشينا بيقول له انا انصحك تستسلم، لان حتى دروع البدله ممكن ما تقدرش تحميك بنسبه 100%. بيرد كافكا وبيقول له انا بس اللي قرر امتى استسلم، انا هغامر بكل اللي
مريت بيه لحد دلوقتي، وفجأة طاقته بتطلع بمقدار بسيط جدا، وبيقول المرة دي مستحيل استسلم. ومنها بتشاهد التحدي اللي في عينه، وخلاص هوشينا بيقرر انه هيخليه يكمل. كافكا بيقول لرينو يسيبه ويمشي، لكن رينو بيقول له انه مش هيسيبه وهيفضل معاه. قرر يشيله على كتفه في منظر بيموت هوشينا من الضحك. والمجنونة شينوميا بتقتل في كل الوحوش لحد ما بتخلص على الصغار كلهم، وبتروح على الوحش الاقوى علشان تقضي عليه. بترمي عليه قنبله وبتخترق جسده بالرصاصه الاخيره، والمفروض ان كده الاختبار بيكون انتهى، ولكن بيظهر كايجو من وراها وبيضربها في قلبها. والمصيبه ان الوحوش اللي اتقتلت فجاه بترجع تاني. كافكا مش مصدق اللي بيحصل، ولولا الدروع اللي في البدله كانت شينوميا ماتت. بتتصدم لما بتعرف ان الكايجو بيعرف يتكلم، وفجاه بيضربها للمره الثانيه باكتر من رصاصه. مركز القياده مش فاهمين اللي بيحصل، شينوميا في خطر، والاسوأ بيحصل، الكايجو اللي قتلته بيقوم هو كمان. ومش بس كده، ده قوته بتزيد اكتر، وبقوته دي محدش هيقدر يتعامل معاه غير مينا وهوشينا اللي بسرعه بيروحوا لمكان الوحش. في الوقت ده بتحاول شينوميا انها توقف الكايجو، لكنه بيكون اقوى منها. بيديها ضربه واحده بيلزقها في الحيطه. بتفتكر كلام ابوها ليها وهو بيقول لها ما تسمحيش لاي حد يتفوق عليكي، انت لازم تكوني الاقوى، وما تنسيش ابدا امك اللي ماتت بسبب الكايجو. بتتجنن شينوميا وبتهجم بكل قوتها، لكنه بيكون اقوى وخلاص هيخلص عليها. وهنا بيوصل البطل اللي بيطمن شينوميا وبيقول لها انت عملت اللي عليك، سيبيلي انا بقى الطلعه دي. وفي مشهد يخلي جسمك يرتجف من الحماس، بيتحول صاحبنا في لحظه اقل ما يقال عنها انها خرافيه، وبيقول لها بسبب مجهودك قدروا انهم يخلوا المكان من المصابين، والباقي سيبيه عليا انا. رينو بيسال نفسه عن مكان كافكا وبيكون خايف من تهوره وانه يكون اتحول، لانه لو عمل كده هتكون مصيبه. شينوميا مش فاهمه اللي بيحصل، بيترجاها كافكا انها ما تقولش لحد على اللي شافته. وفجاه بيهجم عليه الوحش، لكن كافكا بايد واحده بيتصدى للضربه، وبيقول لها هنتكلم بعدين، ما تقلقيش انا هخلص على الوحش ده في ثانيه واحده. يخرب بيت الفخامه يا اخي. في المقر بيتم رصد طاقه غير طبيعيه ظهرت في ساحه المعركه، وما بيبقوش مصدقين رقم القوه اللي بيكون 9.8. هوشينا بيقول اكيد نظام القياس اتعطل، والا ده هيكون واحد من اقوى الكايجو في التاريخ. في الوقت ده بنستكمل العظمه، وكافكا بيستجمع قوته، وبوم بضربه واحده الوحش بيتبخر. جمدان يا جدعان، كافكا قوي بشكل مجنون. شينوميا مذهوله من قوته، بيروح لها وبيقول لها انت دلوقتي بخير، بس ما تعرضيش نفسك للخطر تاني. في الوقت ده بيجي رينو اللي بيضربه على دماغه، بيقول له قول لنفسك الكلام ده. بتنهار شينوميا من التعب. في الوقت ده بيوصل هوشينا ومينا للمكان، وبيتصدموا من المنظر. هوشينا بيقول انا شفت المنظر ده قبل كده، شينوميا قويه لكنها مستحيل تكون هي اللي عملت كده، اكيد في حاجه غلط بتحصل. هوشينا بيفتكر وبيقول ان ده شبه اللي حصل من 3 شهور، وبيسال نفسه لو كان الحادثين مرتبطين ببعض. كافكا وشينوميا بينتقلوا للمستشفى، ورينو بيطمنوا عليها وبيقول له انها هتكون تمام. بتروح له مينا وبتشكره انه نقل شينوميا، وبيكون هينادي عليها لكنه بيقرر انه مش هيعمل كده غير لما يكون ضابط. بنروح لشينوميا اللي بتفوق وبيدخل عليها هوشينا اللي بيقول لها انهم قدروا يخلصوا على الوحوش اللي عادوا للحياه، وده لانها خلصت على الهونجو الكبير. في الوقت ده بيلاحظ هوشينا تردد على وشها، فبيقول لها مش ده اللي حصل ولا ايه؟ تفتكر شينوميا كافكا وبتقرر انها هتنسب قتل الهونجو لنفسها علشان تحميه. الكايجو اللي ظهر في الاختبار بيكون بيسمع الاخبار اللي بتقول ان مفيش حد مات في الحادث، وبيكون مش مصدق اللي بيحصل. بيتصل عليه اصحابه، والمصيبه انه بيطلع متخفي في شكل بشري من عمال تنظيف الوحوش اللي هم اصحاب كافكا. كافكا بيكون قلقان وخايف وهو مستني نتيجه الاختبار، وفي الوقت ده بتوصل النتيجه والاتنين قلقانين. بيقول كافكا مهما حصل دي فرصتي الاخيره، وبيفتح الظرف، لكن بينتقل المشهد من غير ما نعرف النتيجه. بنروح لحفل التجنيد والكل موجود ما عدا كافكا اللي الكل بيسال عنه. بتدخل مينا وبيطلبوا من شينوميا انها تطلع علشان تلقي كلمه بالنيابه عن الدفعه. بتشكرها مينا لانها هزمت الوحش وانقذت زملائها. تكون متضايقه وبتقول مش انا اللي هزمته، اللي هزم الوحش هو كافكا، وبتكون متضايقه انه مش موجود لان عندها اسئله كتير عايزه تسالها ليه. وفي الوقت ده بيدخل بطلنا الفشيخ. في الطبيعي المفروض انه فعلا سقط في الاختبار، لكن بيتدخل هوشينا وبيقول انه عايزه على مسؤوليته الشخصيه، وبيقول انه برغم نقاط الضعف اللي عنده وارقامه الضعيفه الا انه قدر يتصرف في ارض المعركه وحدد نقاط الضعف عند العدو، وكمان ساعد في الجهد العام وساعد زملائه. وبيقول انه ما عندوش يقين انه هيقدر يرتقي لضابط بالكامل، ولكن هيضمه للفصيل كطالب ضابط.
ضابط وهيديه تدريبات اكتر. رينا بتقول خطاب حماسي للجميع وصاحبنا بيتحمس وبأعلى صوته بيقول استنيني يا منى انا هقف جنبك قريب. الكل بيتصدم من اللي عمله. صاحبنا نسي انها القائده بتاعته. منى بتقول له انت اتكلمت من غير اذني، انزل بقى اعمل 100 تمرين ضغط. بيضحك هوشن عليه ولكن في اللحظه دي بيلاحظ انها ابتسمت وما بيبقاش مصدق. بيقول انه ضم كافكا علشان حسه الفكاهي ولكن في شيء اخر. في الوقت اللي الكايجو بداوا يرجعوا للحياه ظهر الكايجو الخارق، وفي نفس الوقت اختفت مؤشرات كافكا الحيويه، وبيكون شاكك ان كافكا في حاجه غلط وبيقول انه لازم يكتشفها. شينوميا بتطلب من كافكا انهم لازم يتكلموا، وبالفعل بيروحوا المكان علشان يتكلموا وبيحكي لها عن اللي حصل علشان يبقى كايجو، وبيقول لها هيكون افضل لو بلغت قوات الدفاع، لكنها بتمنعه بتقول انهم هيخلصوا عليه وكمان هيستخدموا جسمه في صناعه سلاح. بيخاف وبيترجاها انها ما تقولش لحد، فبتوافق على كده ولكن بشرط لو اكتشفت انه كايجو هيأذي البشر هتخلص عليه بنفسها. بيصدمها بردة فعله وبيقول لها انا هعتمد عليكي وقتها. بيبدا تدريب الدفعه الحقيقي علشان يجهزوا للانضمام لقوات الدفاع. رينو بيزداد قوته بيوصل ل 18% والكل قوتهم بتزداد، ولكن الاكثر تطورا بينهم هي شينوميا اللي بتوصل ل 55%، ولكن صاحبنا كافكا بيكون فرحان انه وصل ل 1%. هوشينا بيقوله لو فضلت على المستوى ده هتنطرد من الفريق في خلال 3 شهور. بتستمر التدريبات وكافكا بيجمع معلومات لحد وقت متاخر بيدخل عليه هوشينا وبيقول له على فكره انهم جزء من العمل. فبيقول له كافكا انا مش هينفع انطرد. فبيقول له ده علشان القائده مينا. كافكا بيتحرج وبيقول له انت عرفت منين؟ فبيقول له مش انت قلت لاصدقائك ده اي حاجه بتتقال هنا بتتسجل. كافكا بيقول له انه وعد مينا انه هيقاتل جنبها. فبيقول له ايوه يعني انت عايز تسرق مكاني كرقيب. فبيقول له ايوه انا هبذل جهدي علشان احقق ده. بيتغاظ هوشينا من كلامه وبيديله المفتاح وبيقول له قدامك ساعتين تخلص فيهم وتطفي النور وتقفل الابواب وتمشي. وبالمناسبه انا مش هخليك تاخد مكاني جنبها، وكمان ما ينفعش تبقى قريب من باقي الضباط، انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل لهم في ارض المعركه. وفي الوقت ده بيضرب جرس الانذار وبيقول هوشينا مش قلت لك يلا بينا، جه الوقت لمهمتك الاولى. الجيش بيبدا في اخلاء المواطنين. الهونجو بيكون تحت الارض وخرج للتكاثر، واول ما بيخرج بيظهر عدد كبير من اليوجو حواليه. بيتم وضع الخطه، منها هتتكفل بالهونجو الكبير وبقيه الفرقه هتهتم باليوجو الصغيرين. هوشينا بيتكلم مع فرقته بيقول لهم جه وقت اصطياد الكايجو، ولما بيوصلوا هناك بيقول لهم على الخطه، وهي ان النقيب منها هتتكفل بالهونجو، ولكن في مشكله انه بيخرج عدد كبير جدا من اليوجو ومهمتكم انكم تمنعوا اي واحد منهم من الهرب. طبعا علشان انتم لسه جداد فهتكونوا في الصفوف الاخيره، ولكن ده معناه انكم الخط الاخير في الدفاع. مهما كانت نقاطكم في التدريب عاليه فالموضوع في ارض المعركه مختلف تماما. وروني انتم تقدروا تعملوا ايه. بيتحمس الكل من كلام هوشينا، وفاضل 8 دقايق وتوصل القائده مينا لارض المعركه، والتوتر مسيطر على الكل وخصوصا كافكا اللي محتاج يثبت نفسه. بتبدا المهمه الاولى والاعضاء القدامى بيستهزئوا بالجدد، ولكن شينوميا واعضاء الفريق بيبداوا في استعراض قوتهم. رينو بيقول انه لازم يكون اقوى علشان كافكا ما يحتاجش انه يتحول، وتحول الاستهزاء لانبهار من قوه الاعضاء الجدد. نازلين جلد في الوحوش وعاملين تحدي بينهم مين اللي بيقتل وحوش اكتر. المكان بدا يفضى من الوحوش، ولكن كافكا لسه مش عارف يعمل ايه علشان يكون مفيد. بيفكر في اي حاجه ممكن يعملها، وبيقرر انه يروح علشان يشرح وحش من الوحوش علشان يقدر يوصل لنقاط الضعف فيهم. بيكتشف مكان النواه في الوحش وبيبلغ القائد هوشينا، وبيكتشف كمان حاجه خطيره. اليوجو بيكون عندهم اعضاء تناسليه، ولو ما دمروهاش هتنتج وحوش يوجو جديده. بيشكره هوشينا على المعلومات المهمه وبيقول له انه عارف انه عنده خبره من شغله، ولكن مجهوده في الدراسه جاب نتيجه. احسنت يا كافكا. كافكا بيكون مبسوط جدا انه ساعد الفريق، وبيتم مشاركه المعلومات مع باقي الضباط. بيتحمس كافكا اكتر، وفي الوقت ده بيبدا الهجوم الساحق على الهونجو الكبير. القوات كلها بتنسحب علشان جاء وقت الهجوم من القائده مينا اللي بتبص لكافكا وبتقول له ده انا دلوقتي. بترفع القوه القتاليه ل 96% وبتطلق رصاصه بتخترق جسد الهونجو. بيقول هوشينا لكافكا دي قوه الشخص اللي انت عايز تقف جنبه، لكن النواه لسه سليمه. بتعمر الطلقه الثانيه وبتطلقها على الوحش اللي بينهار على الارض، لكنها بتكمل ضرب فيه. وكافكا مذهول من اللي شايفه. بيجي له هوشينا وبيقول له انت عايز تستسلم ولا ايه؟ علشان تقف جنبها لازم تكون في نفس قوتها. فبيقول كافكا يعني انت تقدر تعمل كده؟ فبيرد عليه هوشينا وبيقول له مستحيل، قوتي المحرره مش قويه زيها في الاسلحه بعيده المدى، علشان كده ما اقدرش اطيح بالكبار، لكن لو تعلق الموضوع بالاعداء الصغيرين او متوسط الحجم وقتها بيهجم عليه وحش. ولكن هوشينا بيشرحه القطع في لحظه واحده، وبيكمل كلامه انه افضل منها في ده. سلاح هوشينا هو الكاتانا، واضح جدا قوته الرهيبه في استخدامه. بيطلب من كافكا انه يستعد وبيقول له المعركه الحقيقيه بدات. كافكا ما بيكونش فاهم هو احنا مش خلصنا
عليه. فبيقول له المشكله في الاعداد المهوله من اليوجو اللي هتخرج منه. بيكلم هوشينا الفريق وبيقول لهم اتشجعوا، وبمجرد تنظيف القمامه هنرجع للبيت وناكل الفطار. بيتحمسوا من وصفه ليهم بالقمامه وبيبداوا الاباده رغم انهم بيكونوا منهكين على الاخر، ولكن لو تمكنوا من تجاوز المهمه الصعبه دي هياخدوا خطوه لقدام. معظم الضباط بينهوا حياتهم المهنيه بقوه قتال محرره من 20 ل 30%. عدد قليل جدا اللي بيتخطى ده وبيصبح من القاده، والوحيده اللي قدرت تتجاوز ده في الوقت الحالي من المستجدين هي شينوميا. لكن في حد تاني ممكن يوصل لده وهو رينو اللي بيكون بيقاتل في الوحوش، وايهارو بيكون مستعجب من قدراته القتاليه. بيكونوا خلصوا على اللي في المنطقه ولكن بتجيلهم تعليمات عن هجوم تاني، فبيتوجهوا هما الاتنين للمكان، وهناك بيلاقوا شخص موجود جنب الوحوش ولابس الزي الرسمي لعمال تنظيف الوحوش، واعتقد كلنا عارفين مين ده. بيكون مستغرب ازاي اكتشفوا الاعضاء التناسليه اللي زرعها فيهم ودمروها. بيلف عليهم وبيسالهم انتوا عارفين حاجه عن اللي اكتشف ده؟ بيقول له ايهارو احنا مش محتاجين حد من شركه التنظيف هنا، اخلي المكان بسرعه. وفجاه بيضربوا الكايجو بطلقه. رينو بيكون مصدوم لانه اول مره يشوف كايجو بيتحول لبشري غير كافكا. تحول الكايجو لهيئته الحقيقيه، وبيقول لهم انا مش هينفع ارجع كده وايدي فاضيه، لكن اقدر ارجع بظابطين من قوات الدفاع كعينه على الاقل. بيحاول رينو يتواصل مع الدعم لكنه بيكون معطل اجهزه الارسال في المنطقه بالكامل، وبيبدا انه يضرب رينو، لكن رينو بيعرف يتفادى ضربته انها تصيب نقاطه الحيويه، وده بسبب شينوميا اللي كانت قايله لهم على طريقه تفادي هجماته. بيقدر رينو يتفادى هجومه وبيرد الهجوم عليه. بعد كده بيطلب من ايهارو انه يخرج من هنا ويطلب الدعم. بيكون متردد في البدايه لكن الوضع حرج ولازم يعمل كده. بيجري ورينو في مواجهه الكايجو رقم 9. بيفتكر عزيمه كافكا وبيتشجع رينو محاولا ايقاف الكايجو. ايهارو مش مصدق قوه رينو اللي كان بيتنافس معاه، وبيسال نفسه ازاي اتغير كده، وبيقول انه بيكرهه، وده بسبب انه كان واقف عند مستوى قوه 20% ورينو مستمر في التفوق عليه. رينو بيكمل في مهاجمه الكايجو لكنه بيكون سريع جدا، وبيقول له انت عارف عني بعض الاشياء لكن دي حاجه انت ما شفتهاش صح، وبيهجم عليه لكن ايهارو بيرجع له وبينقذه. بيقول لنفسه لا انا مش بكره رينو، انا اللي ما اتغيرتش نهائي لاني ضعيف ومحتاج للحمايه دايما، لكن المره دي انا اللي هحميك يا رينو. الكايجو بيرد عليه وبيقول له انا مش واثق في الكلام ده، انت فاكر انك ممكن تساعده؟ مستحيل، ريح نفسك، مفيش اي كائن حي او ميت يقدر يخرج من الفضاء ده من غير اذني. بيقرروا انه خلاص هيهجموا عليه بكل قوتهم. الكايجو بيكون بيستهزأ بيهم ولكن ايهارو بيقدر يتفادى هجمته هو كمان، وبيقدر يصيب الكايجو في رجله. رينو بيستغل الفرصه وبيشحن كل قوته وبيبدا يخرم في الوحش لكن من غير اي فايده. الكايجو بيكون عمل جدار من الجثث واستخبى وراه، وبيخرم هو رينو اللي بيسقط على الارض. بيروح تقرير لهوشينا ان الاتصال مع رينو وايهارو اتقطع. شينوميا بتقول لكافكا ان الكايجو رقم 9 موجود في المكان، فبيكون خايف على رينو وايهارو. في الوقت ده رينو بيكون مصاب اصابات خطيره جدا ومش قادر يتحرك. بيحاول انه يقاوم لكن الكايجو بيكون هيخلص عليه. بيحاول ايهارو انه يوقفه من غير اي فايده، وبيديله رصاصه بيسقطه ارضا، وبيكون خلاص بيخلص على رينو ببطء. ايهارو بيحاول يوصل لسلاحه لكن للاسف السلاح بيكون فارغ. بيلف عليه الوحش وبيقول له انا انتهيت منه، دلوقتي دورك. في الوقت ده بيستغيث ايهارو بيقول اي حد ينقذ رينو، وهنا بيظهر كافكا ليلبي النداء. بضربه واحده بيطير الكايجو رقم 9، واللي ما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل وما بيستوعبش ان راسه انفصلت عن جسده. بيروح لرينو بيقول له انا اسف اني اتاخرت عليك. رينو بيقول له انه ضعيف جدا لانه ما قدرش يمنع تحول كافكا. الكايجو رقم 9 لسه حي وبيقول له انت بقى الكايجو رقم 8. بيسيب كافكا رينو بيقول له انا اسف شكل الموضوع هيطول شويه، سيب البدله تشفي جراحك. بيقول له رينو خلي بالك من نفسك. بيقول له ما تقلقش وسيب الباقي عليا. بيقول له الكايجو انا ما كنتش اتوقع انك بالقوه دي، انا عايز جثتك علشان استخدمها. وبيستخدم قوته الحقيقيه. بيتعصب كافكا اللي بيكون اقوى منه بكتير، بيهينه بالمعنى الحرفي للكلمه. الكايجو مش مصدق اللي بيحصل، ازاي الشخص ده بالقوه دي مش قادر يتجدد من سرعه الضربات، وبيقول انه لازم ينسحب دلوقتي. لكن على مين؟ كافكا مش سايب له فرصه للهرب، بيجمع قوته الرهيبه وبيديله لكمه خارقه. خلاص الكايجو على الارض ونواته ظاهره. بيقف كافكا قدامه بكل فخامه، فاضل انه يدمر النواه وبكده يكون انتهى. ولكن بتظهر خوازيق بشريه من تحت الارض بتبلغ المقر انهم اكتشفوا كايجو تاني. كافكا في مصيبه دلوقتي، والمصيبه الاكبر ان الكايجو رقم 9 بيستغل الفرصه وبيحاول يهرب. بيضرب رصاص على الخوازيق لكن كافكا بينقذهم، وبيقولوا الكايجو انت بتتصرف زي البشر مع انك كايجو. الى اللقاء يا كايجو رقم 8. بيحاول كافكا انه يهرب قبل ما يقبضوا عليه، ولكن حظه السيء بيوقعه في ايد بشري خطير جدا، انه هوشينا سيشيرو. يا ساده يا دي المصيبه
مصيبة. بيبلغ المقر انه اتقابل مع الكايجو رقم 8. الكل مصدوم، وهوشينا فاكر ان كافكا هو اللي عمل كده في رجالته. بيبدأ الالتحام مع كافكا اللي بيكون مش عايز انه يأذيه، لكن هوشينا قوي بشكل مجنون. بيستخدم كل قوته اللي بتوصل ل 92% علشان يقضي عليه. كافكا مش عارف ايه اللي ممكن يعمله، مش هينفع انه يستخدم قوته ضد هوشينا اللي بيفاجئه بضربة سريعة. بيكتشف كافكا انه لو كبح نفسه مش هيعرف ينجو من الوحش اللي قدامه، اللي بيستمر في تسديد ضربات سريعة جدا لدرجة انه مش قادر يستخدم التصلب الجسدي علشان يحمي نفسه منه. جروح في كل مكان. هوشينا بيكون اسرع حتى من الكايجو رقم 9. هوشينا في مستوى مختلف تماما، دي مش تحركات انسان ابدا. بيقدر انه يوصل لنواة كافكا اللي بيجدد نفسه، لكن التجديد بيستهلك طاقة كتير. هوشينا بيقول له انا مش بهزر معاك هنا، وبيقول له ان طاقته على الاقل 8، وده يخليه من فئة الداي كايجو. لكن ليه حاسس شعور غريب في القتال ده؟ بيقول مش مهم، وبيستخدم كل قوته وبيطلق ضربات قاطعة بتشق رجل كافكا اللي بيتفاجأ بوجود هوشينا قدامه. يخرب بيت سرعته الجنونية. الهجوم كان تمويه، لكن كافكا بيقدر انه يصد الهجوم الثالث بشكل غريب، وبيمسك سيف هوشينا بيشحن طاقته وبيسدد ضربة للسيف اللي بيتكسر. بيستغل كافكا الموضوع وبيهرب. هوشينا بيقول لنفسه باستياء انه سابه يهرب. لا يا صاحبي، العكس هو اللي صحيح. انا معترف جدا انك قوي، ولكن كافكا كان بامكانه انه يخلص عليك بضربة واحدة. بيبلغ هوشينا ان الكايجو رقم 8 قدر انه يهرب. شينوميا بتكون بتسأل نفسها لو كان فعلا تقدر تثق في كافكا ولا لا. في الوقت ده بيوصل كافكا وبيقول لها اسف لو كنت قلقتك، وبيقع من الارهاق لكنها بتلحقه. بيتاسف انه ساب الكايجو رقم 9 يهرب، فبتقول له عادي انا هقتله بنفسي. بيحاول انه يروح يطمن على رينو ويهرب، لكنها بتوقفه بتقول له لو رحت هتعمل لهم ايه يعني؟ ما تقلقش هم هيكونوا بخير. هوشينا بيكون قاعد وبتجيله منى اللي بتقول له نادرا جدا اني اشوفك محبط جدا، وبتساله عن قوه الكايجو رقم 8. فبيقول لها انه من فئه الداي كايجو، والصدمه بتبان على وش منى. بيقول لها باين انه من النوع اللي مش بيهجم بعشوائيه. وفي الوقت ده بيفتكر المعركه وبيسال نفسه هو ليه هاجم السلاح بدل منه. مفيش حاجه منطقيه في طريقه تحركه. الموضوع كان شبه قتال انسان مش كايجو. بتقطع تفكيره منى وبتقول له ارتاح انت دلوقتي وانا هتكفل بالباقي مهما كان نوعه، واجبنا نبيده. تقرير بيجي من القوات وبيعرفوا ان الكايجو اللي ظهر هو نفسه اللي كان في ساحه التدريب، وبيقدر انه ياخد الهيئه البشريه. في الوقت ده الكايجو ما كانش لسه استعاد قوته، وبيقابل واحد من المدنيين وبيسيطر على جسده، وبيفكر في طريقه يقتل بيها الكايجو رقم 8. رينو بيفوق في المستشفى وبيلاقي كافكا وشينوميا جنبه علشان يطمنوا عليه، وبيقول للكافكا انا فرحان انك بخير، وبيشكره انه ساعده هو وايهارو. وما كانش يعرف ان ايهارو معاهم في الاوضه. اللي بيقول له انت بتشكره ليه؟ الكايجو رقم 8 هو اللي انقذنا. بتلحق شينوميا الموضوع وبتقول له بيشكره لانه اكتشف الاعضاء التناسليه للوحش. فبيقول له تمام، وبيشكره هو كمان، وبيمدح في الكايجو رقم 8. وكافكا مبسوط قوي. بيطلعوا من المستشفى على حفله نجاح المهمه الاولى، الكثير من الطعام الشهي. بيدخل هوشينا وبيهنيهم على اجتياز المهمه الاولى بنجاح، وبتبدا الحفله اللي بتكون عباره عن كلام عن المهمه ومين قدم اداء افضل من التاني. بيقول لهم هوشينا جاء وقت الاعلان، وبيقول للكافكا انت انقذت ارواح ناس كتير، وهيتم ترقيتك لرتبه ضابط كامل الاهليه. اهلا بيك في الفرقه الثالثه بقوات الدفاع. كافكا بيطير من الفرح والكل بيحتفل معاه. وفي اليوم التاني بتعينه منى رسميا ضابط في قوات الدفاع. وهو ماشي بتقول له انت لسه قدامك كتير علشان تقف جنبي. بيكون فرحان انها لسه فاكره وعدهم، وبيقول استنيني يا منى. بتقول له انها هتروح للمقر علشان تناقش موضوع الكايجو رقم 8 و9، وهتسلم الامور الورقيه لهوشينا، واللي بالمناسبه هو اللي طلب ترقيتك بسبب نجاحك في مهمتك الاولى. المهم بيروح وبيفضل يدرس لوقت متاخر، وهو خارج بيلاقي غرفه التدريب منوره، ولما بيروح هناك بيلاقي هوشينا بيتدرب وبيتخيل معركته مع الكايجو رقم 8. كافكا بيقع على الارض من الخوف. هوشينا بيقول له انت سهران لوقت متاخر تاني. فبيساله كافكا انت ليه بتتدرب في وقت متاخر؟ فبيقول له انا شغال على استراتيجيه علشان اقطع الكايجو رقم 8 المره الجايه من ضربه واحده. وبيقول له لو كنت استخدمت المهاره رقم 6 بدل 5 كنت دمرت نواته. كافكا مرعوب من الكلام. بيقول له هوشينا الضابط العادي مش هيقدر يتعامل مع كايجو بالقوه دي، واكيد رقم 9 زيه، ولازم اتغلب عليهم بنفسي. بيقول له كافكا انا هبذل كل جهدي للمساعده في المعركه. فبيقول له ما تغترش بنفسك يا ابو 1%، انا مش متوقع منك انك تكون مفيد، ولكن ممكن اراهن عليك بنسبه 1% من توقعاتي، ومفيش حد فيهم عارف ان في مصيبه اكبر بتقترب من المقر، وشكل في مجزره على وشك الحدوث. هوشينا بيكون بيبحث في امر الكايجو رقم 8، وبيفتكر الكايجو رقم 9 اللي بيقدر يتكلم وبيتحول لهيئه بشري، ومش فاهم ايه اللي بيحصل للكايجو. في الوقت ده كافكا كان واقف لوحده على السطح، وبيفتكر كلام هوشينا ليه وثقته، بيقول انه مش هيخيب ظنه. وهو راجع فجاه بيشوف السماء بتمطر كرات من النار. وهنا صديقي كلنا افتكرنا مشهد ايقوني هنلخصه قريب. متحمس جدا ان اعمل كده. المهم نكمل. الكل بيصحى على المصيبه دي، وفي غرفه العمليات بيكتشف ان في مجموعه كبيره من الكايجو بتهاجم من السماء، وكل الكايجو من
فئة الهوجو المتوسطة. بيرتدي هوشينا بدلته وبيؤمر قواته بالتحرك. في الوقت ده كافكا بيكتشف حاجة غريبة، الكايجو من النوع ده ما بيهجموش ابدا في جماعات، وده معناه ان في حد بيوجههم. مصيبة وحلت على الجميع. كايجو ذكي بيقدر انه يسيطر على اعداد كبيرة من الكايجو، وكمان يحط خطة الدمار في كل مكان. بيتكلم قائد الكايجو مع هوشينا وبيسأله اذا كان هو اقوى فرد في المكان، فبيقوله بما ان القائدة مينا مش موجودة يبقى ايوه انا الاقوى. فبيرد عليه الكايجو بيقوله يبقى انت فريستي الاولى. المقر بيقيس قوة الكايجو اللي بتكون 8.3 يعني من فئة الداي كايجو. بيدي التعليمات للمقر ولكن بيهجم عليه الكايجو قبل ما يكمل كلامه. بيتفادى هوشينا الضربة لكنه بيتفاجأ ان الكايجو جه بسرعة من وراه وعلى وشك تسديد لاكمالي، لكنه بيقدر يتفاداها هي كمان. وبيقول هوشينا للمقر انا اللي هتعامل معاه. بيصيح الكايجو وبيتفاعل معاه باقي الوحوش، وفجأة بيهجم على هوشينا. معركة طاحنة بينه وبين الكايجو اللي جلده بيكون اصلب من رقم 8. تنانين الكايجو بيكونوا اقوياء جدا كمان، والضربات ما بتأثرش فيهم. في الوقت ده بيتدخل كافكا بمعلوماته وبيقول لهم ما تضربوش من المقدمة، النوع ده صلب من المقدمة، هاجموا من الظهر. بيبداوا في تنفيذ التعليمات، واحد هيشتت التنين والتاني هيهجم عليه من الخلف، ولكن فجأة بيظهر تنين تاني وبتفشل الخطة. الكايجو بيتعاونوا مع بعضهم، ولكن في الوقت ده بتوصل بطلة الدفعة بسلاحها الجديد وبتقول الموضوع سهل جدا، هنستخدم القوة الغاشمة في تدميرهم. برغم ان الاسلحة الخاصة بتتصنع للقادة فقط، الا ان شينوميا قوتها كانت مختلفة وصنعوا ليها سلاح خاص بيها وانضمت للقوات الاساسية. السلاح مصنوع من اقوى وحوش الهونجو وليه قدرات خاصة بتتماشى مع اسلوبها في القتال. سلاح مدمر بتستخدم قدراته الرهيبة في تدمير الكايجو. بيهجم عليها وحش تاني لكن بيتدخل رينو وبيسقطه. شينوميا بتكون منبهرة من تطوره وبتخلص على الهونجو. بتقول لرينو انا عايزاك تدعمني لو تقدر تجاريني. هوشينا لسه بيقاتل الكايجو الاحمر اللي بيكون قوي جدا بشكل الكل مصدوم منه، والاكبر من كده انه مستمتع بالقتال. بيقولوا الكايجو ان معظم الكايجو ما بيقدروش يواجهوه زي ما هو بيعمل دلوقتي. انا لا استطيع الانتظار ليستولي على جسدي. وبيهجم على هوشينا بضربه بطياره بعيد، لكن المفاجاه انه واخد دراعه في السكه. يخرب بيت الجنون. وبيبدا المجنون بالقتال بجديه بتوصل طاقته ل 92%. في الوقت ده بتكون واحده من الضباط على وشك انها تصاب بطلقه من الهونجو. كافكا بيجري عليها وبيحاول جزء منه علشان يقدر يلحقها، وبالفعل بيلحقها. بيهجم عليه الهونجو تاني ولكن المره دي بتتدخل شينوميا وبتخلص عليه. القوات بدات في الانتصار واعداد الكايجو بتقل. بنرجع للمعركه الاكبر بين هوشينا والكايجو الاحمر. هوشينا مسيطر على الوضع بسرعته الخارقه وشغال يقطع في اطراف الكايجو، اللي بيقولوا الموضوع بقى ممل لاني عارف انت بتخطط لايه، ولكنه بيتفاجأ بضربه بتشق صدره. سرعه التجديد رهيبه عند الكايجو، ولكن سرعه هوشينا في التقطيع اكبر بكتير. بيتعصب الكايجو وبيهجم بضربات اعنف. هوشينا مستمر في التقطيع والنواه بتظهر اخيرا. بيستخدم التقنيه رقم 6 وبيقطع جسم الكايجو. الكل فرحان وفاكرين انه خلاص خلص عليه، وفجاه قدره كافكا على الرصد بتشتغل حتى وهو مش متحول من قوه الطاقه الرهيبه. وقابل يا معلم، الوحش بيتضخم بشكل مرعب. بيستخدم قدرته وبينشر بخار حار جدا بيجبر هوشينا على الانسحاب، وقوه احتمال الوحش بتوصل ل9. وبيظهر الشيطان الاحمر بشكله المرعب، وللاسف هوشينا ما بيقدرش يتعامل مع الوحوش بالحجم ده. بيحاول انه يقطعه باي شكل ولكن مفيش فايده. بتكون خطته انه يستخدم سرعته علشان يوصل للنواه اللي فوق ظهره، لكنه بيكون وصل لحدوده. الكايجو بيهجموا عليه بانفجارات بتعمل ستار دخاني، فبيستغله علشان يطلع لمكان عالي بسرعه وينط على الكايجو اللي بيفتح عيون كتير في ظهره وبيطيره بعيد. وخلاص هوشينا وصل لحدوده والبدله بتلغي الاطلاق. بيفتكر هوشينا كلام ابوه وهو بيقول له انت من 200 سنه كنت هتكون عبقري بسبب قدرتك في استخدام السيوف، لكن عصر السيف ما بقاش موجود. وبيطلب منه يتخلى عن حلمه انه يدخل لقوات الدفاع. بيندهوا عليه وهو ساقط على الارض، لكنه بيقول لهم ما تخافوش انا لسه عايش. بيقف ومش عارف ايه اللي ممكن يعمله، خلاص قوته صفر والكايجو شغال تدمير في كل شيء. بيختار انه يفضل يقاتل لحد النهايه وبيهجم على الوحش. بيقولوا الكايجو انا فهمت، انت مش هتقدر تهزمني بالاسلحه دي. بيهجم عليه واحد من الكايجو وبينفجر فيه. بيفتكر ابوه وبيقول له استسلم. حتى لما انضم للقوات القاده بيقولوا له استسلم، مش هينفع تقاتل بالسيف. لكن الوحيده اللي كانت مؤمنه بقدراته هي مينا، والاول مره حد يطلب فيها مساعدته، ومش هينفع انه يخذل مينا اللي ثابت القاعده في مسؤوليته. بيستمر في التقطيع في كل مكان، اي تقنيه يعرفها بيستخدمها، ولكن الكايجو بيقدر يمسكه وخلاص على وشك انه يسحقه بايده. كافكا بيقول
ما قداميش حل تاني وبيفكر انه يتحول. رينو بيقول له لا ما تعملش كده، لكنه خلاص قرر انه يتحول. لكن في الوقت ده بتوصل القائده منها. بيبتسم هوشينا للكايجو وبيقول له انا اللي فزت، وبوم رصاصه بتخترق جسد الكايجو. بتستمر في الاطلاق عليه بكل قوتها، ولكن قدره التجدد عنده بتكون سريعه جدا. مينا بتاخد التقرير عن مكان النواه، وهوشينا بيكمل تقطيع علشان يحاول يحد من تحركاته، لكن مفيش اي فايده بسبب التجديد. في الوقت ده بتهجم شينوميا هي كمان، لكنها ما بتخدش الكايجو اصلا، فبيطلب منها هوشينا تكمل. هو هيسبب الجروح وهي تكمل وراه، وبالفعل بينجح الهجوم والكايجو بيسقط على الارض. لكن شينوميا بتوصل لحدودها هي كمان، بتستغل مينا الفرصه وبتهجم على الوحش، واخيرا بتبان النواه. ولكن فاضل طلقه واحده مع مينا والكايجو بيهاجموها من كل مكان، لكن القوات بيتصدوا ليهم وبيكملوا على الكايجو الاحمر. هوشينا بيهجم عليه علشان ما يديلوش فرصه يتجدد، كل ده علشان يدي مينا الفرصه تعيد تلقيم السلاح، وخلاص على وشك انه يتاكل. ولكن في الوقت المناسب بتقول له مينا شكرا، انا كان عندي حق في اختيارك. وبتحرر قوه بتوصل 96%، وبتحول الهونجو لاشلاء. الكل فرحان انهم اسقطوه اخيرا. كافكا بيبكي من الفرحه وفخور بانضمامه لقوات الدفاع. الكل فاكر ان الموضوع خلص هنا، ولكن بيتفاجئوا ان جميع الهونجو اخدوا وضع الانتحار الجماعي وناويين يفجروا نفسهم في قوات الدفاع. الانفجار هيوصل لقوه قنبله نوويه. الكايجو الاحمر بيقول لهم ايها البشر لقد تعادلنا في هذه المعركه، ولكن هناك بطل يقف في الصفوف الاماميه. هل سيترك الامر يمر هكذا؟ بالطبع لا. وفي مشهد اقل ما يقال عنه ان واحد من افضل التدخلات في عالم الانمي بينطلق كافكا بسرعه مجنونه، ومفيش حد فاهم ايه اللي بيحصل. هوشينا مصدوم من السرعه اللي خارجه من شخص قوته 1%، وفجاه بيتحول كافكا الى الكايجو 8 وسط صدمه وذهول من الجميع. رينو بيصرخ طالب انه يوقف. هوشينا بيقول انه اعجابي بيه عمى عيني اني افكر في الاحتمال ده، لكنه بيقول انا اسف مش هقدر اقف واتفرج والكل عمل اللي عليه، ده وقت اني اقدم اللي عندي. انا مش هسمح ان اي حد يصيبه اذى. وبينطلق بقوه جنونيه باتجاه مجموعه الكايجو، وبيصطدم بهم وكانه صاروخ بسرعه رهيبه، بيقذفهم في نقطه عاليه وبيسقط هو على الارض. الانفجار مهول، الكل بيفعل درعه، وكافكا بيقف قدامهم بكل جمدان علشان يحميهم. الكل بخير، ولكن بنصل الى الجزء السيء. مينا بتقول كافكا لا، كايجو رقم 8 انت مقبوض عليك. بيوصل الموضوع للقادة اللي بيكونوا مختلفين في التعامل معاه. في اللي بيقول احنا لازم نخلص عليه في السر ونحوله لسلاح، وفي اللي بيقول الافضل ان احنا نستخدمه كسلاح حي. بيتدخل القائد الاعلى وبيقول لهم مش مهم الكلام دلوقتي، احنا نقبض عليه الاول وبعد كده نقرر. وبيأمر الفرقه الثالثه انها تسلم الكايجو رقم 8. كافكا بيكون مقيد، وبيفكر في كلام هوشينا انهم بيحولوا الكايجو الاقوياء لاسلحه، وبيقول ان اكيد ده اللي هيحصل معاه. في الوقت ده بيدخل عليه مينا وهوشينا، بيحاول يتكلم معاهم لكنهم بيمنعوه من الكلام. بيقول اكيد ده اللي هيحصل لاني خبيت عليهم سر كبير. بيخرج وبيكون في اصطفاف لافراد الفرقه الثالثه، ما بيكونش قادر انه يبص في عين اي حد منهم، خصوصا رينو اللي بيقول انه هو خذله. بيخرج رينو عن صمته وبيقول انا متاكد انك هترجع لنا تاني. كافكا مش مصدق اللي سمعه. مينا بتقول له المكان هنا ما فيهوش كاميرات مراقبه، وعلشان كده ما فيش حد كان بيتكلم معاك. انا كنت مصدومه لما تحولت الكايجو، لكن لحظه اندفاعك لانقاذنا وقتها ايقنت انك كافكا اللي انا عارفاه. وبتقول له ان ما فيش حد من الفرقه الثالثه شايفك عدو لي، احنا هنجمع كل الادله اللي هتساعدك في الخروج. بتقول له التهم اللي عنده، ولكنه بيقاطعها وبيقول لها هل لسه في امل ان احاول اقف جنبك؟ ردت عليه وقالت له ايوه انا هستناك دايما. كافكا بيبكي بشده لانه كان خايف انها تشوفه بشكل تاني. هوشينا بيامر الجنود انهم يحيوه. القائد بيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له هوشينا انا بحيي القائده مينا. فبيرد عليه القائد وبيقول له اكيد، لكن مش مسموح ترفع التحيه لكايجو. في الوقت ده بيوصل كافكا لمقر قوات الدفاع المحصن بدفاعات قويه جدا، والمكان اللي بيتحجز فيه كافكا بيكون فيه 30 بوابه. الكل في الفرقه الثالثه بيكونوا متضايقين من اللي حصل لكافكا، وكل واحد بيحكي عن انقاذ كافكا ليه. مينا بتجمع في الادله علشان تقدر تساعده. في الوقت ده بتروح شينوميا تتكلم مع ابوها ايساو المدير العام لقوات الدفاع، بتطلب منه انه يخفف العقوبه عن كافكا اللي انقذ حياتها. فبيقول لها انت جايه تداري فشلك، وبيوريها اشعه لقلب كافكا اللي ما بيكونش قلب بشري بل نواه كايجو زي اللي قتل امك، ولو فهمت كلامي يمشي من هنا. لكنها بترجع تقول له رغم ده انا لسه واثقه فيه. بنروح لمينا اللي بتستدعي افراد الفرقه الموهوبين، وبتقول لهم ان هيتم نقلهم لفرق تانية، وده بسبب المقر
الجدار اللي اتدمر اغلبه وما بقاش يصلح للتدريب. ومع ظهور اعداد كايجو اخطر واللي منهم الكايجو رقم 9 و10، المسؤولين بداوا يحسوا بالخطر واحتمال ان في كايجو اخطر موجودين، واحتمال انهم يهجموا في نفس الوقت، والافراد الموهوبين اللي زيكم هم الورقه الرابحه، وهيتم تدريبهم علشان يوصلوا لمستويات اعلى. ايهارو بيكون معترض لانهم هيتفرقوا، لكن رينو بيوافق وبيقول ان طالما هتزداد قوتنا فمفيش سبب انه يرفض. نرجع لكافكا المقيد اللي بيفكر في كلام مينا وبيقول انه لازم فعلا يثبت انه انسان مش كايجو علشان يرجع للفرقه. في الوقت ده بيدخل المدير العام وبيقول له كافكا انا انسان مش كايجو. بيطلب يساوي منهم يفكوه، بيقولوا له الوضع هيكون خطر كده، فبيقول له انت فاكرني مين؟ وبعدين كايجو طاقته في المستوى التاسع يقدر يفك القيود دي بكل سهوله، هو اللي قاعد هنا بمزاجه. كافكا بيفكر انه في امل للنقاش، لكنه بيرفع سلاح عليه وبيطلق عليه رصاص بيصدها كافكا. في الوقت ده يساوي بينقض عليه وبيشيل جزء من بطنه وبيقول له مفيش بشري يقدر يتصدى لهجوم زي ده يا كايجو رقم 8. كافكا بيرد عليه وبيقول له انا مش الكايجو رقم 8، انا هيبنو كافكا. بيؤمر يساوي انهم يخرجوا سلاحه من الشنطه، واللي بيكون سلاح قوي جدا مصنوع من الكايجو رقم 2، واللي كان كايجو بيمتلك قوه تدميريه عاليه جدا. والشخص الوحيد اللي قدر انه يتحكم في السلاح ده هو الرجل اللي بيطلق عليه الجندي الاقوى في قوات الدفاع. بيهجم على كافكا اللي بيقول انه لازم يكبح قوته علشان يعرفوا انه انسان، لكنه بيقطع له دراعه. فبيتفاعل جسد الكايجو عند كافكا غصبا عنه، بيستغل ايساو انشغاله وبينقض عليه. مفيش اي فايده، ايساو قوي بشكل مجنون وسلاح الكايجو الخاص بيه مرعب. بيفتكر كافكا كلام شينوميا عن قوه الاسلحه المرقمه، بيحاول انه يهرب لكن اطرافه كلها انقطعت، خلاص الضربه القاضيه. لكن كافكا بيتحول للشكل الكامل وبيفقد السيطره على جسده، بيصرخ بصوت عالي وبتخرج منه طاقه رهيبه. شينوميا مش مصدقه اللي بيحصل. كافكا بيكون عالق في ذهنه وبيحاول يقاوم سيطره الكايجو عليه. بينقض بسرعه رهيبه على ايساو اللي بيقول له انت ظهرت بشكلك الحقيقي. ضربات قويه ورا بعضها على ايساو اللي بيقول لو كان ده سلاح عادي كان زماني مت. بينقض عليه وبيسقطوا ارضا والنواه مش موجوده، وفجاه بتظهر النواه وراه وبيتكون جسده بالكامل وبيضربوا بعض بكامل قوتهم. بيقول قائد ان ايساو بيختبره والا كان يستخدم كل قوته من البدايه لقتله، عايز يعرف لو كان فعلا يستحق ثقته ولا لا، وده بسبب كلام شينوميا عنه. ولكن الوضع بيكون سيء. الكايجو بيصيب القائد في بطنه وبيتحول لهيئه حمراء مرعبه وقوته بتزيد بشكل مرعب. كافكا بيحاول المقاومه بكل قوته، ولكن الكايجو بيستمر في الهجوم على ايساو اللي خلاص مش قادر انه يعمل اي حاجه. وفي النهايه بيمسكوا الكايجو وبيثبتوا على الجدار. كافكا بيبص لشينوميا في الوقت ده وبيقول انا لازم اوقف نفسي، مش هينفع يقتل ابوها قدام عينيها. الكايجو شغال ترزيع في ايساو. بتفتكر شينوميا الوعد اللي كان بينهم وانها تخلص عليه لو اذى حد، لكنها بتثق فيه وبتقول له اياك تستسلم لكايجو ضعيف زي ده. كافكا بيستمر في المقاومه ولكن فجاه بيظهر الكايجو قدامه وخلاص بيلتهمه. خلاص كافكا بيسقط في اليأس، ولكن فجاه بيظهر نور قدامه. مينا بتسحبه وبيفتكر كلامها انها هتفضل مستنياه دايما. خلاص الكايجو على وشك انه يدمر ايساو، ولكن فجاه بيرد الضربه على نفسه. كافكا بيسيطر عليه اخيرا وبيقول للقائد انا مش الكايجو رقم 8، انا انسان واسمي هيبنو كافكا. بيقع على الارض وفي حد بيوجه سلاح عليه، لكن ايساو بيمنعه بيقول له ابعد سلاحك عنه يا نارومي، واللي بيكون قائد الفرقه الاولى نارومي جن. بيطلب ايساو من المسعفين انهم يعالجوا كافكا، وبيجتمع القاده مع مينا علشان ياخدوا شهادتها عن كافكا. فبتقول لهم انا هسيب للمختصين تحديد لو كان بشري او لا، ولكن انا هتكلم عن هيبنو كافكا الضابط في قوات الدفاع. كلهم عن انجازاته واخرهم انقاذ رفاقه من الانفجار اللي كان هيخلص عليهم. الكل بيقولوا ايه يعني ده معناه انه كايجو حقيقي، وده حصل لانه استخدم قوه الكايجو. فبتقول لهم ايوه انا موافق على كلامكم، وبتقول انه اول ما انضم كانت قوته 0% وانضم كضابط احتياط فقط، رغم فشله في امتحان الالتحاق 12 مره. ومن ناحيه السن فهو الاكبر بين كل الجنود، وبالرغم من كل ده ما استسلمش ابدا مهما فشل ومهما كانت قوته ضعيفه. وحتى مع ان جسده اتحول لكايجو ما وقفش ابدا عن انقاذ الناس. من بين كل الناس اللي انا اعرفهم هيبنو كافكا اكتر شخص بيكره الاستسلام، وبتفتكر لما كان واقف جنبها من وهي صغيره وخلاها تتشجع. وبتقول ان كافكا اكتر شخص بيتمتع بالانسانيه بين الجميع، والعامل الوحيد اللي يخليكوا تثقوا فيه هو قلبه. الكل بيرفض كلامها وبيكونوا فاكرين انها بتنحاز ليه، لكن المدير ايساو بيشكرها على كلامها وبيطلب منها ترجع لموقعها. كلهم بيقولوا احنا جاهزين نبيد.
تقليده، ولكن كان عند ايساو رأي تاني، وهو استغلال قوة الكايجو عند كافكا وانضمامه لقوات الدفاع. الكل بيعترض على القرار، لكنه بيقول انه هيقدر يسيطر عليه. وغير كده على مدار الشهور اللي قضاها مع الفرقة الثالثة كان بيأدي مهامه، وما يقدروش يقرروا لو اتحول سلاح هينتج كل القوة اللي عنده دي ولا لا. ومع عدد الداي كايجو اللي زادوا في الفترة الأخيرة لازم نستغل كل القوة لأقصى حد. أكيد مفيش حد فيكم نسي الكوارث اللي حصلت بسبب الكايجو رقم 6 من 6 سنوات، واللي مات فيها كتير من الضباط والقادة ومنهم زوجة إيساو. لازم نكون مستعدين للكوارث اللي ممكن تحصل، ولو حصل واستغلنا قوته الجبارة في صفنا هيكون وقتها في فرصة للنجاة. بيستيقظ كافكا في المستشفى وبيكون جنبه إيساو. بيترعب منه كافكا، لكن إيساو بيطمنه انه مش جاي يأذيه، فبيقول له كافكا طالما انا حي دلوقتي ده معناه انكم اقتنعتوا اني بشري. بيرد عليه إيساو بيقول له لو كان اللي جواك هو قلب البشر الضعيف كان زمانك ميت، انت كايجو، لكن لسه هنقرر مصيرك. وبيندهله باسمه لاول مره، وكافكا منصدم. بيقول له اثبت انك تستحق انك تعيش. بيقول له كافكا انا فهمت، انتم عايزين تستخدموني كسلاح، لكن انا لسه بعتبر نفسي ضابط في قوات الدفاع وهخليك تقبلني كضابط. بعد كده بيوصل خبر للجميع ان كافكا هيفضل على قيد الحياه. الكل فرحان، وكمان شينوميا اللي بتفرح جدا، لكنها بتقول انها لازم تكون اقوى علشان تتصدى ليه لو حصل كده تاني. هوشينا بيقول ان المرحله الجايه لكافكا هتكون اصعب، لان الناس لازم هتعرف عنه ولازم يثبت لهم انه مش خطر عليهم. وفي مكان اخر بنشوف شخص بيكون قوي جدا في الشطرنج واسمه الرقم 9، قدر انه يحتل المركز الاول في ظرف اسبوع واحد، والشخص ده بيكون اصلا الكايجو رقم 9. بيقول انه قدر يفهم حدود البشر وطريقه تفكيرهم، وبيكون معاه مخططات لقواعد قوات الدفاع. وبيقول ان جه الوقت علشان نسترجع قوة الكايجو رقم 8 اللي انضم لقوات الدفاع. شكلها هتكون مجزرة في الموسم الثاني اللي هينزل بعد ايام من نزول الملخص ده. ونروح لمرحلة تقييم الانمي. اعتقد الانمي ده وضح الفرق بين قمامة الانمي واللي منها الملخص اللي نزلته قبل ده، وصفوة الانمي اللي منها الانمي ده. انمي يخليك متحمس لكل لحظة فيه بدون ملل، شخصيات قوية، بطل رائع، وقصة خرافية تخليك من غير اي تردد تديه 9 من 10. وبرضه انت حط رايك في التعليقات وقيم الانمي. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش انا مستني رايك في التعليقات. تحية من اخوك رضوان، سلام عليكم.